جالي منشن عن الوصفه اللي الشيف براك بيعملها ديت، وناس بتطلب مني ان اجرب اعملها بغض النظر عن كميه العسل الاوفر اللي بيضيفها على الجلاش. ولما بحثت عنها اكتشفت ان ليها اسم تاني وهو اسم البقلاوه او الجلاش. فانا الصراحه اتحمست وقلت ليه ما نجربهاش، خصوصا ان الطريقه سهله جدا ومش هتاخد معانا مقادير كتير. فكده كل اللي عايزه منك انك تتحمس معايا وتعمل لايك وفولو، ويلا بينا نبدا الفيديو بتاعنا. اول خطوه هنبدا نجهز الشربات او العسل. هنحتاج كوبايتين سكر، وهضيف عليهم كوبايه ميه. بسم الله. وهنرفعهم على نار متوسطه، وهنستنى عليه لحد ما السكر يدوب في الميه. واول ما يبدا يغلي بالشكل ده هعصر عليه نص ليمونه، وهنقلب، وهنستنى عليه حوالي 5 دقايق ونطفي النار. وبعد مرور 5 دقايق كده الشربات اصبح جاهز. هرفعه من على النار وهسيبه على جنب لحد ما يبرد. اول خطوه هنحتاج لفه جلاش. وزن لفه الجلاش 500 جرام. وهنحتاج صينيه دائريه، وهنفرد الجلاش، وهنجيب الصينيه وهنحطها على الجلاش كده، وهنبدا نقطع ناخد مقاسات الصينيه بالظبط، وهنشيل الزيادات. وبعد ما قطعنا الجلاش على حجم الصينيه بالشكل ده، وهنحتاج حوالي كوبايه زبده او سمنه وهنسيحها. وهنجيب الصينيه الدائريه وهندهنها بالسمنه او الزبده. وبعد ما دهنا الصينيه هنضيف اول طبقه من الجلاش وهندهنها بالزبده او السمنه، وهنضيف الطبقه الثانيه وندهن. وهنستمر على الخطوه ديت لحد ما نخلص نص طبقات الجلاش اللي معانا. وبعد ما ضفنا 9 طبقات من الجلاش اللي هم حوالي نص الكميه اللي معانا، هنبدا دلوقتي نضيف الحشو. وبالنسبه للحشو انت ممكن تستخدم اي نوع مكسرات، فول سوداني، فستق، اي حاجه انت تحبها حسب الرغبه. هنجيب الفستق ونقول بسم الله ونبدا نرش كده. وبعد ما ضفنا الفستق بالشكل الجميل دوت، هنجيب الزبده او السمنه ونحاول ننقط عليه كده من فوق. وبعد ما ضفنا السمنه هنبدا نضيف باقي طبقات الجلاش اللي معانا، وهنكرر نفس الطريقه اللي احنا عملناها قبل كده، اللي هو نضيف سمنه وبعد كده نضيف الطبقه لحد ما نخلص كل الطبقات. وبعد ما خلصنا كل الطبقات اللي معانا ودهناها زبده بالشكل ده، هنبدا دلوقتي نقطعها على شكل مثلثات. هنقطعها من النص كده، وهو ده الشكل النهائي بعد ما قطعناها. النص دوت عملته مثلثات صغيره، والجزء دوت عملته مثلثات كبيره. ودلوقتي هدخلها في فرن مسخن مسبقا على درجه حراره 200، وهنكون مشغلين الفرن من تحت بس لحد ما تاخد لون ذهبي. اول ما تاخد لون ذهبي من تحت هنبدا نشغل من فوق عشان تبدا تحمر معانا، لكن اهم حاجه نسويها من تحت الاول. وبعد مرور حوالي 40 دقيقه، بصوا بسم الله ما شاء الله الشكل بقى عامل ازاي، خدت لون ذهبي محمر. دلوقتي بقى وهي سخنه على طول هنبدا نسقيها بالشربات. بسم الله. واخر حاجه هنضيف رشه فستق كده بالشكل ده، وهو ده كده الشكل النهائي. بسم الله ما شاء الله الشكل في منتهى الجمال، واظن كده ما اختلفتش اي حاجه عن اللي احنا شفناه في الفيديو. بصوا الشكل عامل ازاي، يا سلام على الجمال. ودلوقتي هنبدا نقدمها على طريقه المطاعم. اول حاجه هنشيل اول جزء لحد الحشو، وهنستخدم قشطه او ايس كريم حسب الرغبه. انا هستخدم قشطه، وتبدا تضيفها كده بالشكل ده، ونحطها تاني كده مكانها، وهو ده كده الشكل. وكده كل اللي عليك انك تاكل وتدعي لي. ويلا بينا دلوقتي ندوق ونشوف الطعم عامل ازاي. بسم الله. من غير كلام كتير انا عايز اقول لكم ان الطعم ما يتوصفش. نكهه الفستق مديه طعم حلو قوي، القشطه مخففه نسبه السكر او نسبه العسل اللي احنا ضايفينه على الجلاش، مخليه اللي هو طعمه معقول. فمن الاخر الطعم في منتهى الجمال، مش هقدر اوصفه اكتر من كده. كل اللي عايزه منك انك تجرب الوصفه دي وهتدعي لي. وبس كده بيكون انتهى الفيديو بتاعنا. اتمنى لو عجبك الفيديو تعمل لايك وفولو، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.